ايام لما كنت بدرس الماجستير كنت بضطر اني اقرا حوالي 120 صفحة في اليوم للمادة الواحدة، وعليهم بكتب حوالي 20 صفحة لل 120 صفحة. اضربها بقى في 4 مواد في الترم في 3 سنين، وكل سنة 4 semesters. صح؟ لا، واقرا وافهم، مش احفظ. نو او نو 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 نو، مفيش حاجة اسمها حفظ، اسمها فهم. كنت بموت ها؟ عشان الواحد يبقى ايه، دكتور متعلم مع شهادات كويسة، يقدر يفتح جامعة from A to Z، يقدر ان شاء الله في يوم من الايام يساعد بلده في التربية والتعليم. الاجيال الجاية، ولادنا بقى اللي عندهم 3 سنين دول، ممكن نلحقهم من دلوقتي لو عايز. من دلوقتي نظام مختلف خالص للجيل اللي جاي ده لو عايز. اوكي، كل ده سعي. في نظري كل دي عبادة، كل دي حاجة حلوة. بس كنت بموت بقى لما بقعد اقرا 120. أنا خلاص دماغي فرايد. 120 صفحة إيه، مش عارفه اخرج، مش عارفه اعمل، مش عارفه في حاجات كتيره كروتها في حياتي من اجتماعيه، يعني اللي هو خلاص مش قادره، اصل بذاكر، اصل ما بنعمل، اصل مش عارفه ايه. ومش ندمان عليها ابدا خالص، بالعكس. وعلى فكره كنت بكره حاجه اسمها قرايه، وبكره حاجه اسمها انجليزي. وسبحان الله ازاي الواحد كان بيكره حاجه، بس لما لقاها مفيده، خلاص اتعلم ان هو يمارسها واحده واحده لغايه ما بقى ماستر فيها. ماستر، اتقن عمله فيها. المهم، هما 30 يوم في السنه كلها كلها. ها؟ وبالظبط بعد ما شفت يعني اللي انا المفروض اقراه النهارده 20 صفحه. هو الكتاب ده بالانجليزي ومصحف. بلبس دي لما بقرا، بس طبعا مش هلبسها لكم عشان انا مش محجبه، فمش هرضي الناس. انا لو عايز ارضي ربي قبل اي حاجه في الدنيا، عشان نبقى الحته دي بس ايه خلصنا. آه ده بالانجليزي وعربي، فهم حوالي 40 صفحه بس. it's around الجزء is around like 20 pages or so بس في اليوم. وده بالعربي، انا ما بعرفش حتى العربي، ما بعرف. ده بياخد 3 ساعات عشان اقراه. فبرضه يعني اللي هو وقت، لازم اخصص وقت للموضوع ده. ده ردا على اللي كان بيسألني ايه رأيك بتتفرج على مسلسلات في رمضان. انا عندي السنة كلها لو عايزة اتفرج على حاجة، انا اصلا كده كده بره رمضان ما بتفرجش. ففي رمضان هسيب كل حاجة مفروض اعملها واروح اتفرج على مسلسلات، ومسلسل ورا التاني ورا التالت، على اعلانات، على حد كان بيقول لي اطلعي على اليوتيوب واتفرجي على اعلان كذا ويقولوا لي ايه رأيك. قصدك I'm not gonna even do that. انا عايشة في فرصة. من 3 سنين واحدة صاحبتي هندية في الجيم خلصت تمرينها وجت تسلم عليا، بتتكلم معايا زي ما انا بتكلم معاكوا كده، عينيها كده عادية. قامت عينيها لفت كده وكده وطبت على دراعي، بعد 60 ثانية ماتت. طبعا الإسعاف وكده حاولوا يحيوا قلبها، بس خلاص هو ملاك الموت خلاص. يعني أنا كمسلمة اللي هو لأ خلاص هي ماتت، يعني خلاص ربنا أمر كن فيكون. وفي نفس الأسبوع واحد من صحابي عنده 23 سنة مات في حادثة. فكانت واحدة على دراعي وواحد من أعز صحابي كده. فاللي هو او ماي جاد، ده هتخلص في لحظة، ممكن في لحظة، ممكن دلوقتي هقفل الكاميرا دلوقتي وبح ام دان ميز دان. طب ما تلحقي، الحقي خدي فرصة، الحقي اعملي حاجة. احنا هنا في امريكا بيعلمونا ان انت تاخد لما يبقى في فرصة للبيزنس تيك ادفانتج اوف ات. اوكي. وفي مصر يقول لك الحياة فرص. سيبك من الجو ده ومن الجو ده. انا بتكلم على الدنيا بتاعت دلوقتي اللي المفروض نتحضر عشان الدنيا اللي جايه. مع عادي، انا لا شيخه ولا متدينه ولا اي حاجه، انسان طبيعي وعايش. بس guess what I discovered حاجه حلوه قوي، ان انا مش بيرفكت، ولا عمري هبقى بيرفكت، ولا عمر اي كائن حي هيبقى بيرفكت. محدش هيبقى عمره مثالي. الرسول عليه الصلاه والسلام وخلصت على كده.
لو استنيت لما اكون انسان، لما بقى انسان مثالي I am not gonna get anything done. اصلي هستنى لغايه ما الظروف تتحسن، اصلي هستنى لغايه ما معرفش ايه مش عارفه ايه، اصلي هستنى، اصل كل دي شماعه excuses. والى حد ما في الصوت الشيطان اعلى شويه في ودني لما يقولك خلاص استني لغايه ما كذا عشان تعمل. نو مفيش حاجه اسمها استني. النهارده ايه اللحظه اللي انا فيها دي استغلها بس. اجين انا بستخدم الكتاب ده ك كبحر لما بقراه بحس ان هو بحر ما بيخلصش خالص. كل مره افتحه الاقي حاجه جديده فهمتها، معلومه، قصه، شعور. وجات لي فتره فعلا حسيت بيها، كنت في مصر كام شهر من غير اهلي، حسيت بيها ان انا يتيمه ووحيده جدا. وكنت بالبلدي كده بقول يا رب انت لو موجود فعلا حسسني بيك، عشان انا من وصلت مرحله بقى خلاص فكنت معرفش ايه اللي بيخليني اعمل كده. بروح على اليوتيوب واحط قرآن واستمع له شوية، اركز معاه شوية لغاية ما فال اسليب، لغاية ما اروح في النوم. وكنت ساعتها فعلا بحس ان انا لا ده انا مش لوحدي. هو انا فعلا لوحدي بس انا مش لوحدي. بتيجي قوة غريبة كده بتصبرني وتقول لا انت مش لوحدك، فيها حاجة كأن حاجة حنينة بتطبطب على قلبي كده. ده الشعور اللي حسيت بيه. ومن ساعتها وانا خلاص بقت لايف ستايل، بقت جزء من حياتي. حتى حبيبة بنت اختي اللي عندها 2 سنين ونص لما تيجي تنام، عندنا او عندهم، تيجي تنام جنبي في حضني مش عارفه ايه اللبن ونلعب شويه، بعدين تقولي قرآن. هي لدغه في الره، قرآن قرآن حاجه كده، شغلها قرآن وفس تنام على طول. فالطفل فولة حلوة، انت تبني الفولة فيه من جواه من صغره. عشان كده كده لما يكبر هيبقى بعيد عنك وهيشوف الحياة وهيتعب فيها. بس لو من صغره مديله الاميونيتي دي، مش عارفة يعني ايه اميونيتي، انا اسف، بس حاجة شبه الجهاز المناعة كده، تغذيه بالقيم ومبادئ ودين ومحبة و... وكل الحاجات دي كلها من صغره تغذيه فيها. ولما يكبر بقى ويتوه شوية حاجة تانية هترجعه. اللي انت بدأته فيه ده هيرجعه ان شاء الله. فاستغلوا ال30 يوم الجاي، 27 يوم الجايين بجد والله. آه... نستغلهم احسن شوية. سلام.